فيديو النهاردة روتين تشجيعي تحفيزي، اللي عايزة تقوليه قوليه. بصراحة فيديو قوي جدا جدا جدا، ان شاء الله تتفرج عليه وهيعجبك. تجديدات في مطبخي، حاجات كنت مستنياها من يوم فرحي. حاجات كان نفسي فيها من زمان قوي قوي قوي، والحمد لله ربنا قدرني وجبتها. حاجات كده هتفتح النفس، هتفتح النفس بعد كده للمطبخ. اهم حاجة انا هقول لكم عليها، حقيقي نفسيتي اتغيرت جدا 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 وانا واقفة بعد ما جددت المطبخ في الحتة دي بالذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ده بقى من اكتر الفيديوهات اللي بحبها، ومن اكتر الفيديوهات لقلبي. حاجة كده ان شاء الله هيعجبكم جدا. روتين، طبعا ده روتين بالليل بعد ما خلصت كل اللي ورايا وبنتي نامت وابني راح عند جدته. عشان ان انا اعرف اشتغل او ان انا اشتغل بروقان واطلع كل اللي عندي. الفيديوهات دي مش بعملها كتير، يعني مش بصورها كتير لان مش كتير بعملها عشان ببقى تعبانة وكده. يوم طويل مع اولادي ويوم طويل في شغلي وكده، فالدنيا بايظة معايا شوية. جيت بعد الغدا بالليل، تقريبا كانت الساعة 9. ده بعد الغدا بتاعنا وبعد ما بنتي نامت. لميت بقية الاكل، حطيتها في علب تلاجة، حطيتها في التلاجة. هروق المطبخ، هعمل تجديدات فيه حاجات. في وقتها كده وانا بظبطها هقول لكم ايه إيه اللي انا كنت مستنياه وايه اللي غير نفسيتي وحاجات من دي. بس على ما ابدا ان انا اشتغل، هو انا طبعا بفضل رخامات. هقول لكم انا بعمل ايه علشان لما اتكلم معاكم في موضوع آه تبقوا فاهمين انا ماشيه ازاي. انا هفضل الرخامه دي كلها وهنزلها على الارض وهغسلها. هو الفيديو هيبقى شارح نفسه. آه الميكرويف، الحاجة الوحيدة اللي طلبتها من مامتي وانا بتجوز، وقالت لي ملوش لازمة ومش عارفة ايه وكلام الامهات ده، هتعملي بيه ايه؟ انت عندك الفرن وعندك البوتاجاز. فالحمد لله ان انا قدرت ان انا اجيبه. بقالي 10 سنين نفسي ان انا اجيب ميكرويف. عايزة ان انا يبقى عندي ميكرويف، حاسة ان هو هيبقى كويس معايا وهينجزني وهيبقى حلو. واللي انا عايزاه فيها هعمله. ساعات بيبقى معايا كوبايه شاي بردت فلسه هرجع اسخنها تاني على البوتاجاز، ما لو عندي ميكرويف كنت عملتها. صينيه كيكه مش عايزه اشغل عليها الفرن، ما انا لو عندي ميكرويف كنت عملتها. بس انا نفسي اجيبه. بس عمري اللهم لك الحمد ما بصيت ده هي عندها، دي فلانة عندها ميكرويف وانا ما عنديش، ده فلانة عندها كذا وانا ما عنديش ابدا. الحمد لله. لا خلاص، هو انا نفسي فيه بس مقضيه نفسي باللي عندي. لما ربنا يكرمني هجيبه، والحمد لله ربنا كرمني وجبته. آه هو ممكن اللي هو الماركة بتاعته انا مش عارفة اذا كانت هي كويسة او لا. انا ما كنت اول مرة اشوفها، يعني كنت اول مرة اسمع عن ماركة تاتش دي. آه انا اعرف الانواع التانية اللي هي توشيبا، سامسونج، ال جي، فريش، الحاجات دي كلها. بس تاتش كنت اول مرة اسمع عنها. وانا بتكلم مع الراجل، انا عايزة انت عندك ميكروفات ولا لا؟ قال لي اه. نوع ايه؟ تاتش، مفيش سامسونج او توشيبا. قال لي والله التاتش دي يا ام الياس احلى من احلى من توشيبا والسامسونج. فلو حد بيسمع الفيديو مجربها يقول لي في الكومنتات ايه رأيه. انا سألت على جروبات على الفيس، ناس كتير شكرت فيها، فقلت الحمد يعني اتكل على الله واجيبها. ومن يوم فرحي ومن يوم ما دخلت شقتي وشفت المكان اللي انا هحط فيه الميكرويف ده، قلت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجيب لي، ربنا هيكرمني وهجيب الميكرويف وهحطه في الحتة دي بالطريقة اللي انا هحطها.
دلوقتي. المهم بفضي كل الرخامات دي كل الرخامة ده هفضيه هنزله على الارض واغسل الرخامة كويس. بحتفل بقى بالميكرويف، حدث ما بيحصلش كتير. فهنضف الرخامة كويس ببريل وخل ومية. انا كده نزلت كل الحاجات دي، والاكل وديته، او اسمها ايه، المواعين وديتها على الحوض عشان هتتغسل. هتسهلي على نفسك بقى لما تلم كل حاجة في مكان، يعني هتلم المواعين كلها تحطها عشان تتغسل، وياريت تبقي مفضياهم اول باول. هما المواعين ما كانوش كتير، انا كده كده كنت قبل ما انزل المحل كنت مروقه المطبخ، بس جيت عملت الغدا. وبابا وماما كانوا هنا النهارده وعشان ياخدوا الياس فالدنيا اتبهدلت مني شويه مكان الاكل، مكان ما كنت عامله اكل وكده. هروق الرخامه دي كويس. وهمسحها، يعني هغسلها بليفه كويس وملح وبتاع وخل وبريل. وهعمله كويس، وهنشفها كويس عشان لما احط عليها الميكرويف آه، ما يبقاش ما يتبلش او يحصل له حاجه او كده. انا لسه ما جربتوش، وانا لسه حاطاه دلوقتي وانا بروق، فلسه ما جربتهوش. ان شاء الله بكره هعمل اي حاجه اي حاجه، المهم ان انا شغال. وبعد استعمال فتره كده هقول لكم ايه رايي في الماركه دي، ويا رب يطلع كويس معايا. المهم عايزه اقولك ان هي كل حاجه مع الوقت بتيجي. آه الميكروويف انا كان نفسي فيه، كان على ايام فرح، انا متجوزه بقالي 10 سنين. فكان على ايام فرحي وكان فيه، في ناس كتير خدته. بس مامتي من الناس اللي معتقده ان الميكروويف ملوش لازمه. فلما جت دلوقتي انا نفسي في ميكروويف. او انا يا ماما قلتلك على الميكروويف، والحاجه الوحيده اللي طلبتها والله في جوازي بس هي مقتنعه لا ملوش لازمه، يبقى خلاص ملوش لازمه. آه فلما قلت دلوقتي نفسي في ميكرويف، قالت لي يا بنتي انت بقالك 10 سنين نفسك في ميكرويف، هاتلك واحد. بابا قال لي هجيب لك مع اختك وهي بتتجوز، قلت لا خلاص انا هجيبه انا بقى، كفايه عليكم كده. أه وقضيت نفس الفتره اللي فاتت من غيره. مش عارفه اذا كان هو هيضيف لي حاجه جديده او لا، بس يعني هحس بالفرق بيه او لا، بس انا متاكده ان انا هحس بالفرق فيه. المهم اسيبه كده ولا احط كده ولا اعمله بالشكل ده اللي هيبقى، اللي هسيبه فيه في الاخر. هو الشكل ده اللي من يوم ما جبت من يوم ما اتجوزت قلت اللي هو المكان ده اللي احط فيه الميكروويف. سبحان الله. هنا بقى الاول الفراخ بتاخد 45 دقيقة على درجة حرارة 240. الستيك اللي هي اللحمة بتاخد 60 دقيقة، ساعة بالظبط، على 250 درجة اللي هي درجة الحرارة. الكباب بياخد 50 دقيقة على 240 درجة. السمك 45 دقيقة على 220 درجة. البيتزا بتاخد 30 دقيقة على 200 درجة. الكيكة تاخد 15 دقيقة على 180 درجة. قلت اقول لكم الحتة دي الاول. شكل الورد ده بالنظام اللي انا حطيته ده، هو ده اللي في بالي والله العظيم من 10 سنين. هو المكان ده مكان ميكرويف، ولما يجي انا هحطه كده. وده شكل الرخامة، كنت غسلتها كلها ونشفتها، بقى هو ده شكلها. طبعا طقم التوزيع والكنكه انا حطيته جنبها، والصينيه برضو حطيتها وراه، بس هي متداريه بالزرع ده. كنت خلاص خلصت الرخامه كده و... وبروق في الارضيه. اللي في الارضيه ده بقى كانت بوتاجاز من اللي هو المسطح.
بابا كان جايبهولي علشان انا هعمل مطبخ تاني، يعني هيبقى فيه آه مكان تاني انا بطبخ فيه. ان شاء الله لما اعمله هبقى اصوره واوريهولكم، وهعمل فيه اكلي عشان بيبقى اسهل واسرع. انا هعمله تحت علشان في المحل بفضل وقت طويل فيه. فالوقت اللي انا بقضيه وقت طويل فيه، جوزي بيجيب اكل جاهز، فبصراحة مكلف جدا جدا جدا. يعني ممكن في 3 ايام، مش عايزة اقول، ممكن 600 جنيه اكل، ان احنا بنطلب اكل من بره عشان ما بقاش قادرة اعمل اكل. فليه لا، ده انا هعمل البوتاجاز جنبي، آه وهعمل فيه وهعمل عليه اكل اوفر بكتير واحلى. فبابا جه صلحها لي النهارده، لقى فيها مشكله يعني، فلما يجي هو هيظبطها لي تاني. بروق الرخامات عشان اسهل عليا ترويق المطبخ. بروق الرخامات، باخده من فوق لتحت. الرخامه دي بالذات اللي انا عملتها دلوقتي دي بالذات لازم انضفها هي الاول. لو رحت اغسل المواعين والرخامه دي ورايا مش مترتبه والارضيه مش نظيفه، ما بعرفش اغسل مواعين، وما برتاحش، وبحس ان انا واقفه في مكان مش نظيف، وما بعرفش ان انا انضف. يعني هو الترتيب بتاع الفيديو ده هو ده اللي بعمله كل ما اجي ادخل المطبخ. حتى لو في فيديوهات الروتينات القديمه بتاعه المطبخ بالذات هتلاقوني ماشيه بنفس الطريقه دي. اروق الرخامه دي الاول، واكنس الارضيه وامسحها. الم المواعين الاول اللي عليها، اروق الرخام وامسح واكنس الارضيه دي وامسحها. واوقات كنت بعمل البوتاجاز الاول، واوقات بسيب البوتاجاز لبعد المواعين. فكده اسهل بكتير واحسن واسرع. وان انا خلاص بلاقي المطبخ من حواليا نضيف ومترتب، فما جيتش على 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة اروق فيها المواعين. بس ابقى طالعة ومطبخي نضيف ومن فوق لتحت بيلمع، وحاجة كده انام وانا مرتاحة. حتى لو بقيت الشقة مكركبة، او حتى لو في اماكن في الشقة مش نضيفة، بس المهم ان المطبخ يكون نضيف. هي طبعا الشقة كلها مهمة، بس انا عندي المطبخ اول حاجة تبقى نظيفة، لان بصراحة ببقى متعقدة ونفسيتي تعبانة جدا وداخلة في اكتئاب فعلا بسبب المطبخ. هلم الترابة والحاجات اللي على الارض دي، وهكب شوية المية اللي هم بخل وبريل مكان الرخامة، وهمسحها بالمقشة واكنسها واغسلها بالمقشة دي. سهلة جدا وبتنضف وحلو قوي. هو البلاط يبان في الكاميرا ان هو نضيف، لكن الاحرف اللي بتبقى غير السجاد، يعني السجادة مش جايباها، بتبقى متبهدلة. فهمسحها كويس كده، هدعكها حلو فهتنضف. ومش لازم ان انت تغرقي المكان مية. إيه، لو غرقت المكان مية هيتعبك انت بعد كده في ان انت تنشفيه. فشوية مية صغيرين على قدك تقدري ان انت تنضفي بيهم، زي ما تكوني مغرقة مية. انا بحب ان انا اغرق المكان مية، بس لو حمام. لو مكان، مش لو مثلا انتريه وانا شايلاه، مكان فاضي، مكان اعرف ان انا اتحكم في المية والمها. انما مكان زي كده المية هتنزل تحت المطبخ. طب المطبخ انا مش هعرف اجيبه، تحت التقفيلة مش هعرف اجيبها، تحت تحت التلاجة هضطر ان أنا اشد التلاجة عشان انشفها. طب وليه ازود على نفسي شغلانة زيادة؟ كده خلاص مسحت الارض، غسلت الارض ومسحتها، نشفتها، وحطيت وفرشت السجاد. المكان ده بقى كان فيه الاول كوبايات، اللي هو دورق كده، الطعم اللي هو الازاز. آه، برضو هتلاقوه في الفيديوهات القديمة. بس المطبقية دي مرتين
تقع بالكوبايات فتتكسر كلها. المهم معادش عندي غير الدرق وكوبايتين حطيتهم في التقفيله الازاز. فقلت المكان ده بقى بدل ما هو مكركب كده ومليان عسل وكاتشب وحاجات، لا انا هفضيه وهنشفه كده كويس، اغسله كويس وانشفه واحط فيه الراديو. هو كان في المحل تحت وانا جبته، لان خلاص جوزي خد الصب بيشغل عليه القرآن تحت، فانا جبت الراديو ان هو يبقى شغال جنب 24 ساعة على محطة القرآن الكريم. كمية راحة نفسية رهيبة والله العظيم، كمية راحة نفسية وكمية ان انا نفسي مفتوحة وكمية كل حاجة حلوة. انا فعلا الكلام مش قادرة اوصف الاحساس اللي كان عندي وانا واقفة بسمع اللي هي كانت الأمسية شغالة، الأمسية الدينية شغالة، والأسئلة وشوية قرآن جم وانا شغالة برضو. ان انا واقفة طول ما انا واقفة بذكر ربنا وبصلي على النبي. قلت هي دي اللهم لك الحمد هتبقى خطوة حلوة جدا جدا ان انا اقرب لربنا. انا سكت الشوية اللي فاتوا دول علشان يبقى فيه آه آه القرآن، يعني كان فيه قرآن، فانا مرضتش اكتم صوت المقطع ده واسجل بصوتي. اتكلمت لحد تقريبا ما يجي على الصوت كده، وخلاص كده كل المطبخ اتروق من حواليا. هغسل بقى المواعين. دي بقى تالت حاجة معانا في المطبخ. وكانت حاجة كمان كان نفسي اجيبها بس ما كانتش موجودة ايام فرحي. كده خلصت المطبخ كله وظبطته من فوق لتحته. شوية تجديدات غيروا نفسيتي كتير خالص. يا رب يعجبكم.